أسعد الله مساءكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة إريتريا. نحييكم وإليكم نشرة أخبار هذا المساء التي نقدمها أو أرافقكم فيها أنا عبد الله محمد علي، والبدء كالمعتاد بالأهم والأبرز. فخامة الرئيس إسياس أفورقي ينعي أمير الكويت. طور الزراعة التعاونية في الاتحاد الوطني للمرأة يبحث تغرير عمل الأقاليم. اليابان وآسيان تعتزمان تعزيز العلاقات الثنائية. توقعات بانكماش أكبر اقتصاد أوروبي في ألمانيا. تلسكوب ناسا يلتقط أكبر توهج شمسي منذ سنوات. التفاصيل. بعث فخامة الرئيس إسياس أفورقي برسالة تعزية لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وقال فخامته في رسالة العزاء: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة أمير دولة الكويت المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه، وإذ نتقدم لسموكم والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق بالتعازي القلبية الخالصة على هذا المصاب الجلل. نسأل الله تعالى أن يتقمد الفقيد برحمته وأن يلهمكم والأسرة الكريمة الصبر والسلوان. توفي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم 16 من ديسمبر عن عمر 86 عاما. أعلنت الجمعية التعاونية الزراعية في بنبنة المقامة لمساعدة أسر الشهداء والمحتاجين في اجتماع تبادل تجارب نظمته يوم 13 من ديسمبر. أعلنت تحقيق تطور ملحوظ في أنشطتها نتيجة العون من أعضاء قوات الدفاع وإدارة إقليم القاش بركة. وتفقد حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حوري وقائد هيئة أركان القيادة الغربية العميد سعية مكونن وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية المقامة لنفس الغرض في بولينا وعناغولو وتخومبيا وجهات أخرى، والمهنيين تفقد الأنشطة الزراعية للجمعية ودور أفراد قوات الدفاع في العمل. وأوضح مدير مديرية شامبوق السيد كحسا ياسرات أن المشروع يحرز تقدما جيدا، وتم تنظيم اللقاء لنقل تجربة هؤلاء المزارعين الناجحين للجمعيات المماثلة في مديريات ملقي وبرنتو وعلي القاش. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا أن الحكومة خصصت ميزانية ضخمة لإنشاء جمعيات الإغاثة الزراعية في مديريات ملقي وشامبوق وعلي القاش، وحث على أن يكون التطور الذي أحرزته جمعية بنبنة التعاونية مثالا يحتذى به. وأوضح قائد أركان القيادة الغربية العميد سهية مكونن وقائد الوحدة التي تدعم الأنشطة الزراعية للجمعية أن العمل الذي يقوم به أفراد قوات الدفاع في تحسين مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ينطلق من الواجب الوطني، داعين المزارعين لتقوية الجهود. وذكر السفير محمود علي حوري أن المشروع يحقق تقدما مرضيا بمساهمة فعالة من وحدات قوات الدفاع ومؤسسات الحكومة، داعيا إدارات المديريات القيام بالمتابعة الجادة للدفع بأنشطة جميع الجمعيات التعاونية الزراعية. وتأسست الجمعيات فولونيا وبنبنة وعناغولو وتخومبيا التعاونية الزراعية لأسر الشهداء والمحتاجين في العام 2019، وتعمل في مجال زراعة الخضروات والفواكه، وتضم كل منها 20 عضوا. عقد الاتحاد الوطني للمرأة اجتماعا في أسمر يوم 15 من ديسمبر لمناقشة تقارير تنفيذ برامج تمكين المرأة لعام 2023 على مستوى الأقاليم. شارك في الاجتماع مسؤولون وممثلو مختلف المؤسسات الحكومية وعضوات الاتحاد، وبحث تقرير العمل السنوي والمهام المنفذة لتطوير المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
أوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخاء تسفى ميكائيل في الاجتماع تنفيذ أعمال ناجحة بالنظر بعيدة المدى، داعية الدفع بالمساهمات الفعالة للجهات الشريكة. وأضافت السيدة تخاء أنه على الرغم من القلق بشأن التحديات والجوانب التي تتطلب التقييم الذاتي، لأنه يتم العمل على توسيع نطاق الجهات الشريكة بما يتماشى مع قدرة الجمعية وحدود سلطاتها. بجانبهم أوضح المشاركون أنه بالرغم من القيام بعمل بناء لإحداث التقرير، يجب الحفاظ على التجارب المكتسبة والقيام بالمتابعة والتقييم المنتظم وحل العقبات المالية والتنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية للجمعية لتقديم التقارير وزيادة مشاركة الهيئات المعنية وتعزيز أنشطة توعية المرأة والمجتمع وغيرها من التوصيات. ارتفعت النتائج الإيجابية بالامتحان الوطني للصف الثامن 2022-2023 بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق في مديريات أفعبت وناقفة ودوبحة وقرورة في إقليم شمال البحر الأحمر. وأبان التقييم الذي يجرى في مدينة أفعبت يوم 12 من ديسمبر أن عدد الطلاب الناجحين زاد في معظم المدارس، بينما انخفض عدد الطلاب المتسيبين نتيجة أنشطة التوعية المتواصلة وكذلك المساعدات التعليمية الإضافية. وأوضح مسؤول التعليم الأساسي في وزارة التعليم الأستاذ علي أحمد أن التحسن جاء نتيجة لجهود المعلمين وأولياء الأمور. ودعا المشاركون إلى توفير المرافق الكافية وتصحيح الإهمال لدى المعلمين وأولياء الأمور وتنظيم الدورات التدريبية لضمان كفاءة المعلمين وتشجيع الطلاب المثاليين لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. وقالت مسؤولة الزمالة في وزارة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن تحقيق معدل نمو 14% في سنة واحدة مشجعا، ويتطلب الاهتمام بالتعليم في الفصول التي تسبق الصف الثامن لتحسين نتائج امتحانات الشهادة الوطنية للصف الثامن. ودعا مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إلى العمل المشترك للدفع بالإنجاز المحقق والسعي لنتائج أفضل. وقدم مسؤول الامتحان الوطني للصف الثامن في وزارة التعليم السيد هبتي عصفها ومنسق امتحان الصف الثامن في الإقليم السيد نقديموس منغستاف في المناسبة توضيحا بشأن نتائج امتحانات الصف الثامن على المستوى الوطني والإقليمي. نظمت شرطة إريتريا دورة تأهيلية لشهر في الإدارة ل27 فردا من أعضائها، بينهم مسؤولو مراكز و34 عضوا في إدارة الجوازات والجنسية. وشمل التدريب المقدم في مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دق محار الإدارة وإعداد التقارير والقانون والعلاقات العامة. وأوضح مسؤول التعليم الشرطي الرائد عن دوم محاري في مراسم التخريج يوم 15 من ديسمبر أن التدريب سيكون له دور لتنفيذ فعال في مهام الشرطة المتمثلة في المعلومات الآنية المسجلة في مراكز الشرطة ومكافحة الجرائم والتحقيقات الجنائية. وعرب مسؤول الإدارة والمالية في شرطة إريتريا العقيد هبت مريم تسفى مريم عن أمله ليكون المتدربين أكثر فعالية في عملهم متسلحين بأخلاقيات الشرطة. وقدم مسؤول الإدارة والمالية في شرطة إريتريا العقيد هبت مريم تسفى مريم ومسؤول إدارة الجوازات والجنسية العقيد هبت ميكائيل تقاي بتوزيع الشهادات على المتدربين. قيم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الأوسط أنشطته للعام 2023 وبحث برامج عمل العام القادم. وأوضح مسؤول الفرع السيد سامسون كفلة أهمية التنسيق للقيام بعمل أفضل من خلال الحفاظ على الأنشطة التنموية والسياسية والمهنية والمنفذة عام 2023 وإزالة نقاط الضعف. من جانبهم قدم ممثل الاتحاد في 16 مديرية توضيحا عن الأنشطة التي تم تنفيذها لتعزيز البرامج الوطنية وتقوية التأطير وتنمية قدرات الشباب. وذكر مسؤول أقسام الشؤون السياسية والمالية في التقارير التي قدموها تلقي 3606 شاب من بينهم 2184 امرأة تدريبا في العلوم الاجتماعية، بينما حصل 237 طالبا
من بينهم 131 امرأة على 90 أو أكثر في امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة على جوائز فيتراري. وبعد مناقشة التقرير قدم المشاركون آراء بناءة بشأن تنفيذ خطة 2024. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح مدينة أن 90% من تأطيرات الاتحاد هي في المدارس، داعيا مسؤولو الاتحاد في المديريات للقيام بجهد أكبر لكون الإقليم الأوسط أفضل من الأقاليم الأخرى من حيث التضاريس. فاز العداء الإريتري سامسون أمارا بماراثون أبو ظبي الدولي الخامس اليوم السبت 16 من ديسمبر، وأنهى العداء سامسون السباق في 2 و7 دقائق و10 ثواني، متقدما على الكيني صاحب المركز الثاني بدقيقتين و27 ثانية. بهذا الفوز أصبح العداء سامسون أول عداء غير كيني في تاريخ الحدث يفوز بالمركز الأول. وفي فئة السيدات فازت الكينية كوسيجي بريجيد بالسباق. سيداتي سادتي، لا فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم إلى التفاصيل. ينوي قادة جنوب شرق آسيا واليابان تعزيز التعاون الأمني البحري بين بلدانهم وفقا لمسودة بيان تم الاطلاع عليها من قبل وكالة فرانس بريس في قمتهم التي بدأت بسبب التوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي. وتعمل اليابان الحليف الوثيق للولايات المتحدة والتي تحمل مطالب إقليمية متنافسة مع الصين على زيادة إنفاقها العسكري، فيما عززت التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادي بما في ذلك مع كوريا الجنوبية واستراليا. وفقا لمسودة البيان، الختام الذي سيصدر عن القمة التي تعقد في نهاية الأسبوع ستلتزم اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا أي ما يعرف بآسيان بتعزيز التعاون الأمني وبما في ذلك التعاون الأمني البحري. وردا هذا من جهة أخرى، وردا على سؤال بشأن قمة آسيان، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تعتقد أن أي تعاون يجب أن يؤدي إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة وتعزيز التنمية المشتركة. قال البنك المركزي الألماني أن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا في العام المقبل. يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة. وبمقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو الماضي، أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا عن المتوقع، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في العام 2024. التقط تلسكوب ناسا أكبر توهج شمسي منذ سنوات، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات اللاسلكية على الأرض مؤقتا. وقال العلماء أنه كان أكبر توهج منذ العام 2017. وقال مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للحكومة أن العديد من الطيارين أبلغوا عن انقطاع الاتصالات، وكان التأثير محسوسا في جميع أنحاء البلاد. ويراقب العلماء منطقة البقعة الشمسية هذه ويحللون احتمال انفجار البلازما من الشمس المعروفة أيضا باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي الموجه نحو الأرض. ووقع الانفجار في أقصى القسم الشمالي الغرب من الشمس بحسب المركز. وتم إطلاق المركبة الفضائية في عام 2010، وهي في مدار مرتفع للقاء حشو الأرض حيث تراقب الشمس على مدى متواصل. سيداتي سادتي، ختاما لا يسعنا الا تذكيركم بأبرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي أفورقي ينعي أمير الكويت. تطور الزراعة التعاونية في بنغلاديش.
الاتحاد الوطني للمرأة يقيم برامج العام. اليابان وآسيان تعتزمان تعزيز العلاقات الأمنية. توقعات بانكماش أكبر اقتصاد أوروبي في ألمانيا. تلسكوب ناسا يلتقط أكبر توهج شمسي منذ سنوات. في أمان الله وحفظه.